اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انت جايبه لنا ايه يا اميره؟ النهارده جايبه لكم طريقه حلوه قوي يا جماعه. عملت لكم كفته المصانع في البيت او برجر المصانع. هو على فكره جايب الطعمين. ف عاملين عظمه النهارده. يا ريت تتفرجوا على الفيديو كامل عشان تستفادوا منه من كل التريكات اللي فيه. طالعه معانا تحفه جدا يا جماعه، واتعمل في سندوتشات واللانش بوكسات للولاد، ننوع لهم شويه. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وعلشان ما اطولش الكلام كتير نخش على الفيديو بتاعنا، نخش على مقاديرنا ونسمي بالله ونصلي على رسول الله. يلا بينا. يلا بينا بقى يا حبايب قلبي، نقول بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اول حاجه ان انا هبدا بيها في خلطه الكفته بتاعت المصانع اللي احنا ان شاء الله بنعملها لاولادنا علشان المدرسه. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب هنا حاجه عندي اهو. وهبدا ان انا اخد كوبايتين من فول الصويا بالشكل ده كده اهو. فول الصويا ده شكله يا جماعة كل المصانع بيستخدموه، وكل المصانع بيعملوا بيه الكفتة وبيعملوا بيه المصنعات عندهم. ليه بيعملوا بيه؟ علشان بيدي معاهم كمية اكبر، وبيدي معاهم توفير اكتر والكلام ده كله. هنزل بمية سخنة باربع كوبايات من المية السخنة على فول الصويا بتاعي هنا كده، وهنقعه لمدة نص ساعة على ما نعمل الخلطة بتاعتنا يكون هو ان شاء الله اتعمل. اول حاجة ان شاء الله هنعملها كده، هنزل بمعلقتين على الكفت على اللحمة المفرومة بتاعتي من الصلصة الحمراء بتاعتنا العادي جدا. تمام اهو. انزل بثلاث معالق. عندي هنا معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا. تمام. كل المكونات دي يا جماعه تطلع معاكي كفته عظمه بجد. هتبقى حكايه جدا يا جماعه، تبقى نفس طعم الشركات بالظبط اللي ولادنا بيحبوها. هتبقى ممكن تقولوا لهم عليها برجر، ممكن تقولوا لهم عليه ان هو كفته، قولوا لهم زي ما تقولوا لهم، المهم ان هو يدي نفس الطعم اللي هم بيحبوه. معايا معلقه بابريكا. تمام. معايا نص معلقه من الملح كده، ما تكتريش عشان انا هحط خلطة الكفتة اللي بتتباع جاهزة. معايا نص معلقة من الفلفل الأسمر. طبعا كل ده احنا بنعمله على ما الفول الصويا بتاعي يتنقع شوية. معايا كزبرة. بس كده، هي دي كل البهارات اللي معايا. معايا بقى باكوين هنا من الخلطة الجاهزة بتاعت الكفتة. انا بعمل كيلو من اللحمة يا جماعة. تمام. كيلو من اللحمة. لو عملتي نص كيلو اعملوا نص المقادير اللي انا بعملها دي. تمام كده. يعني لو عملت نص كيلو حطي كيس بس، وحطي معلقة 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 من كل حاجة، بحيث ان انتي تبقي ظابطة مكوناتك. بس انا بعمل المكونات بتاعتي دي مكونات كيلو من اللحمة. تمام. بقى حبايب قلبي، نمسك الكفتة بتاعتنا دي كلها كده، نمسكها نفركها كده في بعضها اهو. طبعا ما تنسوش ان احنا حاطين صلصة. تمام. هفرك كل المكونات بتاعتي وهلمها كلها في بعضها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو. حاولي ان انت تلمي الدقيق وتلمي النشا وتلمي كل مكوناتك في بعضها بالشكل ده كده اهو. عندك كبة، حطي وارمي في قلب الكبة، هتلم كل المكونات دي معانا وهتبقى زي الفل. بس احنا بنعمل بس عشان نسهل على الناس، ممكن يكون حد ما عندوش كبة يا جماعة او حاجة، فبنسهل عليه الامور شوية. او مثلا في حد ما بيحبش ان يستخدم الكبة في الحاجات دي، في ناس بتخاف مثلا على موتور الكبة الكلام ده. فانت لمي اهي، يتلم بكل سهولة. تمام. لميها بالشكل ده كده اهو. لميتها ولميت كل المكونات بتاعي معايا اهو بالشكل ده كده زي ما انت شايفه كده. لازم تعجنيها جامد جدا. تمام. وهنا في المرحله دي انا بستنى الفول الصويا يتنقع كويس جدا. تمام. هركن دي بقى على جنب واروح اجيب الفول الصويا ونشوف هنكمل ازاي. في المرحله دي يا حبايب قلبي هجيب الفول الصويا بتاعي وهنزل بيه في المصفى كده كده اهو في قلب الحوض زي ما احنا شايفين كده، وهفتح عليه الميه اهو بالشكل ده كده برضو اهو عشان ابرده تماما زي ما احنا شايفين.
وانزل منه اي لون وانزل منه اي حاجه متواجده جواه. تمام، يلا بقى نصفيه من ميه ونشوف هنعمل ايه ونكمل بقيه الوصفه ازاي. يا حبايب قلبي انا جبت الكبه بتاعتي، نزلت بالفول الصويا كله. تمام، هنزل بقى على الفول الصويا على ببيضتين زي ما احنا شايفين كده. ايوه بيضتين اهو. تمام، وهاخد جزء من الكفته بتاعتي هنزل بيها في قلب الكبه وهفرم كل ده مع بعضه. زي ما احنا شايفين كده. افرمي بقى فرم ناعم جدا علشان احنا هنرجع ايه نخلطه مع الكفته بتاعتنا تاني. يبقى انا حطيت البيضتين على الفول الصويا اللي احنا نقعناه لمده نص ساعه على جزء من الكفته، خدناها معانا علشان تنعم وتبقى الكفته كلها ايه بقوام واحد. القوام بتاعي بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. تمام اهو. هبدا اخد جزء كمان واحط بحيث ان انا امزج كل المكونات بتاعتي دي كلها كده على بعضها اهو. وده يا حبايب قلبي كان قوام الكفته بتاعتي بعد ما فرمتها وعملتها. هو ده القوام بتاعها زي ما احنا شايفين كده اهو بالظبط. تمام، زي ما احنا شايفين هي بقى قوامها طري كده يا جماعه، انا عايزاها تبقى قوامها طري كده. يلا بقى نشوف هنعمل الخطوه التانية ازاي اهو. هجيب اي صينيه عندي مربعه كده بالشكل ده كده. تمام، وهبدا ان انا انزل عليها بشويه من الزيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. يديني دهنه حلوه كده عشان تبقى ماسكه الكيس اهو. انا هدهن من تحت ومن فوق. تمام، انا هعمل كده اهو الكيس بتاعي كده اهو بالشكل ده كده. تمام اهو، وارجع اعمل كده اهو بحيث ان الكيس بتاعي يكون اتدهن كويس جدا وفي نفس الوقت الزيت اللي تحت مسك الكيس ما يتحركش معايا وانا بفرد الكفته بتاعتي. تمام، هنزل بكل الكميه بتاعتي ما شاء الله. شوفوا الكميه ضعفت وبقت قد ايه. هبدا ان انا افرد الكفته بتاعتي بالشكل ده كده اهو. هتطلع نفس بتاعه المصانع بالظبط يا جماعه، ونفس ما بنشتريها من بره بالظبط اهو. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا وهتفرط معاكي وهتبقى يعني ايه هتقعد معاكي حبه محترمين. اعملي بقى للعيال سندوتشات براحتك خالص، ولا يقولوا لك هاتي يا ماما نجيب من بره ولا العك اللي احنا بنسمعه ده. وانتي عامله الحاجه بايدك ومضمونه حتى لو مش طالعه مظبوطه زي بتاعه بره، وحتى لو الطعم مش زي بتاع بره اهو انتي ضامنه نفسك وضامنه ولادك بياكلوا ايه. يا رب يكون افدتكم في الفيديو ده باي معلومه وباي حاجه. جزانا الله واياكم عليها خير. اي معلومه يا جماعه لما تكوني عارفه معلومه وتقوليها لحد، معلومه مثلا عن اي حاجه، يعني معلومه في القرآن، معلومه في الاكل، معلومه في اي حاجه، غلطه عملتيها ومش عايزه حد غيرك يعملها والكلام ده كله، بتاخدي عليه حسنات. على فكره بتاخدي على كل الكلام ده حسنات. اي حاجه بتعمليها بتاخدي عليها حسنات اهو. الكفته بتاعتي اتفردت وبقت زي الفل اهو. تمام، حاولي بس تظبطي بحيث ان ايه احنا هندخل ونجمد. تمام، هندخل في الفريزر وهنجمد بحيث لما تطلع معانا يبقى الشكل مظبوط بالظبط زي ما احنا حابين وعارفين، ويكون السمك واحد في كله اهو زي ما احنا شايفين كده. نجيب سكينه بقى هبدا ان انا اقسمها التقسيمه اللي انت حباها اهي بالشكل ده كده. عريضه بقى رفيعه اللي انت حباه اهو. ممكن تعرضي شويه وتقولي لهم ده برجر، ترفعي قولوا لهم دي كفته وشارينها من بره. اوعي تكدبي، قول لهم شارينها من بره، ده مش كذب خالص، ده عشان العيال ما يقولوش مش واكلين منها اهو.
زي ما احنا شايفين كده. هدخلها الفريزر، هتقعد من 2 ل3 ساعات عشان نبدأ ان احنا نستخدمها او نكسرها ونعبيها في اطباق. انتظرونا. ويلا كده يا حلوين، يلا نشوف الكفتة بتاعتنا بقى شكلها ايه. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نطلع الكفتة بتاعتنا او البرجر بتاعنا زي ما تسموه. بصوا بيطلع معايا بكل سهولة اهو. شايفين اهو؟ شايفين القطع بتاعتي اهي بكل سهولة زي ما احنا عملناها بالظبط اهي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، تحفة يا جماعة اهو. انا لسه مخرجاها من الفريزر، قعدت في الفريزر معايا بالظبط 2 ساعة. تمام اهي بكل سهولة. انت مجرد ما تدهني دهنة زيت في الارضية هتطلع معاكي بكل سهولة وزي الفل اهي اهي اهي. سميه بقى برجر، تسميه كفتة، تسميه زي ما تسميها، بتطلع معاكي بكل سهولة اهي اهي اهي. يلا بقى نرص الاطباق بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا كيس تاخدي منه بقى الصبح على قد ولادك وعلى قد اللانش بوكس بتاعك وتعملي واستمتعي، والعيال هياكلوا كفتة طول الشهر اهو. اللهم بارك. قسمي اطباقك بقى، خدي منها بالقطعة. مش شرط ان انت تقسمي الطبق يعني على قد الوجبة، لا، انت ممكن تسحبي قطعتين، ممكن تسحبي 3 براحتك خالص حسب سندوتشات ولادك. اللهم بارك. فرطة معايا كمية بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. نعمل طبق كمان مع بعض وهنسويها مع بعض على فكرة ونشوف هيبقى شكلها ايه وتسويتها هيبقى شكلها ايه. تمام اهو. ده برجر سريع كده او كفتة سريعة زي بتاعة المصانع بالظبط، وهتعمليها الصبح وهتريحي نفسك من وجع دماغ اللانش بوكسات، وجع القلب ده. تمام اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. يلا حبايب قلبي بقى، انا كده جبت صينية معايا وسخنتها، او هاتي جريل او اي حاجة وسخنها. تمام. هنزل عليه بشوية من الزيت كده، حاجة بسيطة ما تكتريش. تمام. هسخنه بس. انا كل تسوية الكفتة بتاعتي او كل تسوية البرجر بتاعي هسويه بالشكل ده كده اهو وهو متجمد. اوعي تكوني شاريه حاجه من بره او تكوني شاريه حاجه من المجمدات اللي زي دي وتعمليها وهي تستني لما تفك او الكلام ده، لا، اوعي تستني الكلام ده يفك، لان لو فك هيبوظ معاكي. لازم تجيبيه وهو متجمد كده، تنزلي بيه دايركت في قلب الزيت عندك اهو، زي ما بنعمل البرجر بالظبط. احنا هنعمل الكفته بتاعتنا النهارده اهو، هنعمل البرجر ده معامله البرجر بالظبط. وعلى طول تقلبي على الوش التاني. شايفين بسم الله ما شاء الله حلوه جدا يا جماعه. متماسكه وحلوه جدا، وفي نقطه زيت هتبقى زي الفل. شايفين اهي. وكده مراحل التسويه بتاعتها يا جماعه. شايفين اللهم بارك زي الفل يا جماعه، متماسكه جدا وحلوه جدا اهي، متماسكه وحلوه جدا. بس عشان هي كانت متجمده انا لازم اهدي عليها النار، ولازم تسويها كويس علشان تبقى مستويه من جوه ومن بره. تمام. انت لازم تقلبي فيها كده وتسويها كويس علشان احنا مطلعينها من التلج يا جماعه. لازم ان انت تتعاملي مع اي حاجه حتى المصنعات اللي احنا بنشتريها من بره برضو تتعاملي معاها كده، ان انت تهدي النار عليها وتعامليها معامله الحاجات المتجمده، بحيث ان هي تستوي على راحتها خالص وتبقى مستويه من جوه ومن بره وما تفكش معاكي وتبقى زي الفل. تمام. وبكده حبايبي الحلوين اكون خلصت كل ال الكفته او البرجر اللي انا عملته. بسم الله ما شاء الله. طب طلعت معايا الكميه المحترمه دي هتكفيكي وقت كبير جدا وتشكلي لاولادك. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكفته بتاعتي او البرجر بتاعي شكله عامل ازاي يا جماعه؟
تحفة بجد. هتعملي وهتشكلي وهتغيري لولادك في السندوتشات بدل الجبن والحاجات التقليدية اللي احنا بنعملها لهم كل يوم. تمام. فهنعمل لهم السندوتش العظمة ده، يبقى فطار ويبقى غدا. الولاد بيجوا من بره بيبقوا مستعجلين، وراهم دروس، وراهم مذاكرة، وراهم واجبات، بيبقوا مثلا اديلهم بالزيادة بياكلوا في المدرسة، بيجوا تعرضي عليهم الاكل يقول لك يا ماما احنا واكلين او احنا شبعانين. والكلام ده كله ليه؟ لانك انت حاطه لهم حاجة مغذية ومشبعة معاهم في اللانش بوكس بتاعهم. فلازم ان احنا نبص للنقطة زي دي يا جماعة، لازم نبص لنقطة ان احنا اللهم بارك يعني نعمل لهم حاجة مشبعة تكفيهم لغاية نص اليوم حتى على الأقل، علشان ما يجوعوش. ولادنا بيتعبوا وبيقعدوا وقت طويل جدا في المدرسة، فنحافظ عليهم في الوقت ده، ونحافظ الوقت اللي هم قاعدين فيه في المدرسة ما يبقوش قاعدين قلقانين. مخ العيل لما بيبقى جعان على فكرة يا جماعة بيبقى مخه مقفول. ايوه اسمعوا مني المقولة دي، مخ العيل بيبقى مقفول. انا عندي ولاد وعارفة. فلما تكوني مشبعة ابنك ومأكلاه ومشبعاه، عمره ما يركز في حاجة تانية، يبقى مركز في الدرس بتاعه او مركز في الفصل ومركز في الدروس بتاعته. تمام. وعايزه اقولك على حاجة بقى، اما تكون القطعة كبيرة على رغيف الفينو مش هيحصل حاجة خالص لما تقصيها بالشكل ده كده. يعني انت عندك الفينو اللي هو الصقنن ده، قصي القطعة. انت عاملة قطعة كبيرة قصيها 2، مش هتقولك لا. انا كده مخصصة عندي مقص للعيش الفينو وللحاجات دي، مخصصاه لكده، فبستعمله في المطبخ عامة لأي حاجة من الحاجات دي. تمام. فدي معلومة حبيت ان انا اقولها لك. احنا هنحط عليه كاتشب، واللي بيحب مايونيز يحط الطعم بقى اللي انت حباه حطيه. تمام. ممكن يتحط عليه صوص جبنة شيدر على فكرة، حلو قوي. وده بقت معايا اهي. تمام. حلوة جدا يا جماعة، ماسكة نفسها وحلوة قوي، حلوة جدا على فكرة. بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده طلع معايا الكمية دي من كيلو لحمة. تمام. وطلع معايا وخدت منهم وحمرت كمان زي ما احنا شايفين كده. السندوتش في النهاية هيبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده، مشبع وجميل جدا وفيه حاجات مغذية ومفيدة من البيت. وما تشتريش، نصيحة مني، اي مصنعات من بره. ولادك بيحبوا البرجر اعملي برجر، ولادك بيحبوا الكفتة اعملي كفتة. اعملي كل حاجة في البيت حتى لو طالعة وحشة، حتى لو طالعة طعمها وحش غير بره، اعمليها في البيت. ليه؟ ايدك انت نظيفة، مطبخك نظيف، حلتك نظيفة، اي حاجه انت تستعمليها نظيفه. انا مش ضامنه بره ده شكله ايه. هو انا ضامنه بره ده شكله ايه؟ لا طبعا مش ضامنه. فبايدي حتى لو الحاجه طالعه مش حلوه وطالعه وحشه مش مشكله، هاكلها لولادي وانا قلبي مطمن. انما لما يشتري من بره الحاجه غاليه جدا، غير ان الاسعار ولعت، وغير اني مش واثقه اصلا في المنتج اللي انا شارياه، فيبقى لازمته ايه وانا قلبي مش مطمن وانا باكل ابني او بنتي حاجه زي كده وانا مش راضيه عنها. فاعمل حاجتي في البيت. ومقاديرنا بس كانت بسيطة جدا. والفيديو بتاعنا يا رب يكون خفيف على القلب، والمكونات بتاعتنا يا رب تكون خفيفة ومتوفرة عندكم. هتقضي معاكم حبة حلوين في أيام الدراسة اللي احنا فيها دي. يعني حبة كده وحبة كده، مش على طول لحوم ولا بانيه ولا الكلام ده، ومش على طول جبن برضو. لازم نغير لهم يا جماعة علشان ما يملوش. والعيل يجي يرميلك السندوتشات، يا ماما انت عامله لي جبن واصحابي مش عارفه جايبين ايه، لا انت عامله لي كده. بصوا حاولوا تنوعوا، ما تمنعيش الجبن خالص وما تمنعيش اللحوم خالص، لا لازم تنوعي في كله، بحيث ان العيل ما يملش من السندوتشات وياكلها، وفي نفس الوقت ابنك يستفاد بالقيمة الغذائية اللي انت بتعمليها له. تمام. يا رب يكون الفيديو بتاعي ينال اعجابكم ويكون خفيف على القلب، يكون طريقتي مبسطة. تمام في الفيديو. يا رب يكون انا اكون خفيفة على القلب معاكم. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.